السلام عليكم. النهارده هوريكم ازاي ترصي غسالة الاطباق. اول حاجة ما تشطفيش الغسيل في الحوض. لو شطفتيه الغسالة بتقرأ ان المواعين نظيفة مفيش دهون، هتبوظي حساسة الغسالة. حساس الغسالة لازم يشوف ان في دهون، اذا كان ولا بد بعض الاشياء بمنديل كده كده تنزليها، بس لازم يكون في دهون. الحساس بتاع الغسالة لازم يقرأ ان في دهون علشان ينضفها. لو هي نظيفة مشطوفة مش هتتغسل كويس، بعدين تشتكي ان في ريحة طالعة من الغسالة او من المواعين عشان ما اتغسلتش. شوف يا جماعة، ده بدهونه اهو، هنزله في الغسالة اهو. كل الدهون دي هحطها في الغسالة عادي جدا، محدش يشطف زي كده. وده يا جماعة العلوي من الغسالة، بنرص بالنظام ده. اهو يا جماعة زي ما هو كده بدهونه. وده السفلي من الغسالة، العلوي خلصناه. ده العلوي من الغسالة، وده السفلي من الغسالة. في بقى حوار هنا اقول لكم عليه. شيالة المعالق يا جماعة، احنا اللي كانت موجودة هنا مع الغسالة دي اكبر من دي. احنا جبنا دي من غسالة 15 لان ال 15 فيها رف للمعالق، اللي فيها دي صغيرة. زي دي احنا جبناها صغيرة شوية. المعالق بتدخل، ما تشيليش الجزء ده. في ناس بتشيل الجزء اللي فوق ده، لا، لو شلتيه المعالق هتلزق في بعضها كده. لا، لازم يبقى ايه موجود عشان يبقى بالشكل ده. طيب انت لو مش مفيش مكان، المكان مليان هنا ومش عايز تحط المعالق هنا، ممكن نروح الرف العلوي ناخد معلقه، نشيل مثلا كده وتحطيها كده في المكان ده بالشكل ده، عشان ما تنزلش تحت تضرب في الرشاش. تبقى نايمه بالشكل ده، ما تحطهاش كده وتسيبيها، لا، الرشاش هيضرب فيها من تحت كده لقدام كده. تحط المعالق، كميه المعالق اللي انت عايزاها تحطها كلها هنا، تمام. بس انا طبعا عندي في مكان تحت بنزلها كده. وفي مكان المعلقه بتدخل هنا شويه عريضه، لو جيتي هنا مش هتدخل. لو انت المعلقه عريضه عندك شويه، المكان ده صغير لمعالق الشاي مثلا، حاجات صغيره. المعالق اللي ايديها كبيره هتحطها هنا. دلوقتي انا هشغل على برنامج 50، مش هاكد عليكم الحاجات زي ما انتم شايفينها كده بالدهون بتاعتها، ما تشطفيهاش تحت الحوض. هشغل على برنامج 50 وهحط البودر